باش نحكي عن ناظور قبل عامين من توا. كانت ما فيها حتى شيء بريسك، بلدية ديار كهو، ما عندناش جمعيات، ما عندناش حاجات هكا تنجم مثلا الشاب يلقى وين يمشي، يلقى وين يتفرهد، يلقى كان القراية ليتود يمكن هكا هو، ما عندوش حتى حكاية أخرى ينجم يمشي لها أو يتفرهد فيها والا. قالين بشوية بشوية ماشيين نتقدموا، ماشيين نتطوروا، ماشيين نزيدوا في حاجات في الناظور لهنا. البلدية خممت لنا في قاعة مغطاة لهنا باش الناس تلقى وين تبي. اون فاسبور هو ديسبلين أول حاجة، ومن بعد باش شاب ولا شابة كي تمشي تترينا بطبيعة باش تحمي روحها أول حاجة. ثاني حاجة باش تتفرهد، زاد فما شكون غرامو يجي في السبور كي يعمل سبور يتفرهد. من اللي جات مثلا القاعة المغطاة ولد فيها كاراتيه تايكواندو، الكل الناس كلها ركزت غاديكا، قات واحلة غاديكا، قات كان كاراتيه تايكواندو كاراتيه تايكواندو، ما يدخلوش حتى حاجة أخرى، بقاو نفس العباد ديجا. فما تكريم في الناظور راهو لجماعة الكاراتيه ولا تايكواندو، فما خارجة لبرا راهو لجماعة الكاراتيه ولا تايكواندو، فما دعم راهو لجماعة السبور، ركزوا على السبور بصفة غريبة. مشينا شوي أخرى عملوا لنا ستاد الكبير، ما كانش معناها كان يخدم قبل، من بعد سكر مدة، من بعد رجع. زاد فما دار شباب ما كانش فيها ستاد، كانت ما فيها حتى شيء معناها من تالي ولا فيها الكرة ولت فيها دي كلوب، والكل صغيرات يجيو زاد يكوروا ويتفرهدوا والكل. ما زاد كالعادة نمشيو مسابقات بالكرة، نمشيو مسابقات ولا بطولات ولا كومبيتيسيونات بالكاراتيه. سبور سبور سبور. الناظور راهي أول معتمدية في السبور، اللي تسمع الناظور يقول لك هذوكم عندهم الكاراتيه وعندهم الكرة ديما كيكة، ما يقولكش ثقافة، ما يقولكش عندهم مسارح، ما يقولكش عندهم خدمة، عندهم حكاية كما معناها في الثقافة سبور وأكهو. أنا واحدة من الناس وأصحابي الجروب اللي كانوا معايا كنت نخدم في دار الشباب. دار الشباب متاعنا كانت عادية، سن متاعها لوحة عادي، نمشيو الصباح نروحو كان في الليل. نحكي توا عن النقطة الثانية اللي هي جمعية الناظور الثقافية اللي بالحق حلت لنا بابها، يعني باش نجيو باش نتكونوا غاديكا نعملوا دي فورماسيون. وغاديكا وين لقينا المؤطر الحاجة اللي حاشتنا بها، لقينا المنشط سي منير عماري اللي بالحق معناها وقف معنا. باقيين كل مرة نعملوا مسرحية، كل مرة نعملوا حاجة، كل مرة نزيدوا حكاية، يعطيه الصحة ويعطيهم هما الصحة. جاي بروجي معا هو اللي عاوننا أكثر، مول الجمعية معناها مول البروجي معناها اللي خلينا نمشيو نعملوا دي فورماسيون كهو. عسلامة الناس الكل. اليوم باش نحكي على جمعية الناظور الثقافية. الحق باش نكون نرجسي شوي، هذا كان مش برشا بخصوص يعني تحديثي بخصوصها. خلينا نعرف بروحي ساعة. حازم بصبيع، شاب مغير بمشروع الشباب المغير، مندرجة برنامج معن ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بالحق هو المشروع كان نقلة في الناظور، خاصة انه الوحيد اللي مهتم بالثقافة وما إلى ذلك. وفر لنا بروف مسرح، منشط مختص في مجال اللي هو بالحق يعني أول مرة تقريبا تصير، خاصة مع تجربتي مع دار الشباب مدة طويلة برشا بالحق. ما فهمش خدمة، كل شيء حابس جراير إن حتى مرة ما يجي منشط أو مؤطر شخص يطورنا، شخص يتلهي بينا ويورينا الثنية معناتها ويعطينا إمكانيات. هذا اللي صار العكس متاعها في الجمعية مع البروجي. بالحق كانت تجربة مميزة برشا مع سي منير العماري. عرفنا برشا حاجات على المسرح ما كناش نعرفوهم، ودونس زادة يعني مش كان المسرح. مشينا عملنا فورماسيون معناتها زادة، يعني عملنا فورماسيون بالحق كانت حاجة مزيانة على الآخر، على فن القيادة وغيرها من برشا أمور أخرى، ووظفناها
في برشا حاجات معناها إلى يومنا هذا مازلنا باقيين نستغلوا فيها نستثمروا فيها مع البلدية في الورك شوب في الفوكس جروب ومازال معناها مازلنا مواصلين. خدمة مزيانة على الآخر، خدمة فرحانين بها على الآخر. بالحق حاجة هزتنا اللي هو آخر في الناظور من ناحية الثقافة مع سي منير مع ستاف. خدمة جبارة، خدمة ما كناش نتصوروا أننا باش نجموا نعملها، خاصة أنها الوضع في الناظور بالنسبة للثقافة منحدر بطريقة مش عادية. ما عندناش دار ثقافة، ما عندناش حتى شيء اللي بالثقافة. أبسط الإيمان دار الشباب موجودة كهيكل، ما فيهاش أشخاص يخدموا فيها، ما فماش حتى حد يخدم بالحق بقلب ورب. هذه الحاجة اللي بالحق حزينة على الآخر. أما تويكا ولينا فما أمل. باقين بالحق نخدموا بيد صحيحة، ايد كاسحة بقلب كاسح مع الجمعية باش نوصلوا ان شاء الله، باش نوروا مهاراتنا. الأعوام الجاية باش تلقوا صورة الناظور مع زغوان وغيرها من الولايات وغيرها من المناطق الأخرى اللي قبل ما كانش موجودة أصلا.